من حبي في الأكلة ديت بقعد قدامها وبنسى نفسي فيها، بدل ناكل منها مش بقدر أقوم من قدامها. الأكلة دي بحبها جدا جدا، وفي ناس كتيرة بتحبها. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. طبعا في ناس بتعملها بطرق مختلفة. الطريقة دي سهلة. نسمي الله ونصلي على الحبيب. وما تنسوش لايك واشتراك في قناتي، وكمان لايك ومتابعة على صفحتي على الفيسبوك. والأول مرة يدخل يشوف القناة بتاعتي يعني اسمي سما عمر. هنعمل النهاردة أكلة من أكلات زمان حلوة جدا جدا. النهاردة هنشوف طريقة سهلة حلوة للكشك. تمام. ناس كتيرة بتحبه وفي ناس كمان ما تعرفوش. هنشوف طريقته وهنشوف خطواته خطوة خطوة، بس نسمي الله ونصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة كده لازم تكون عندك شوربة دسمة. يعني ايه دسمة؟ هي شوربة سمينة، ويفضل تكون شوربة بطة كده. كان عندي شوربة بطاية، الشوربة بتاعتها لقيتها حلوة كده ودسمة، فقلت الشوربة دي محتاجة 3 حاجات. أول حاجة أنا بحب أعملها فيها الكشك، كمان عايزة محشي، عايزة كمان صينية رقاق من اللي قلبك يحبها. تمام. أول حاجة جبت هنا حوالي لتر ونص من الشوربة، أو أقل من لتر ونص بحاجات بسيطة. تمام. خدوا معايا معلقتين كبار من الرز، حطيتهم كده ربع ساعة، من 10 دقايق لربع ساعة الرز بس يستوي في قلب الشرب. بعد كده طبعا مهديه النار عليه، سايباهم ربع ساعة يستوي لحد ما ابدأ اعمل الخطوة التانية. الخطوة التانية في الكشك بتاعنا تبدأ تعملي له بشاميل. ازاي؟ حطيت هنا حوالي 4 معالق كبار من الزبدة، ومعلقة واحدة بس من الزيت عشان بس الزبدة ما تتحرقش مننا. هسيب الزبدة كده تسيح كده على مهلها. طبعا انا مش بعلي النار، بهديها لحد ما الزبدة بتاعتي تسيح. هكون مجهزة حوالي 5 معالق كبار من الدقيق. 5 معالق من الدقيق. تمام. هبدأ اشوح فيهم كده ونعمل البشاميل بتاعنا بالطريقة دي لحد كده ما الدقيق والسمنة يتشوحوا كده، وتبص تلاقيهم بدأ ريحتهم تطلع كده. اهم حاجة بس تخلي بالك ما يتحرقوش منك. هدي النار وسيبيهم كده يعيشوا مع نفسهم بالطريقة دي. تمام. كده الدقيق والسمنة البشاميل بتاعنا جاهز معانا. معايا لبن، طبعا هستعمل لبن بس، لان طبعا احنا عندنا الشوربة او المرقة اللي هنعملها بيها الكشك. عندنا حوالي لتر من الحليب خدته. تمام كده. وهبدأ بقى اقلب تقليب مستمر لحد ما يبقى الخليط بتاعنا مظبوط معانا، وفي نفس الوقت ما يعملش اي تكتلات. انا عايزة يبقى بالسمك كده. تمام. تكون سمك متوسط، لا تقيل ولا خفيف. كده جاهز معانا. في نفس الوقت الرز بتاعنا خلاص استوى في قلب الشوربة. افكركم ان انا حاطه معلقتين 2 من الرز بس. انزل بالبشاميل بتاعنا ده في قلب الشوربة، وده نقلب تقليب مستمر لحد ما الخليط بتاعنا يتقل معانا. طبعا مش عايزاه تقيل للدرجة، انا عايزاه سمكه يكون متوسط. كل ده هنشوفه مع بعض دلوقتي. احط له بقى كمون، احط له كمان السبع بهارات. عايزة تحط له فلفل اسمر مفيش مشكلة. حطيت له شعرة صغيرة من الملح علشان البشاميل ما كنتش حاطه له اي حاجة. حطيت له شعرة صغيرة من الملح علشان نظبط طعم البشاميل. ما تنسيش ان الشوربة بتاعتك بتبقى ملحها مظبوط وبتبقى جاهزة معانا. حطيت هنا كمان مكعب مرق الدجاج. كل ده تخلي بالك ان انت كنت عندك شوربة او مرقة طبعا ملحها مظبوط وعليها توابل وعليها كل حاجة. اقلب الخليط ده كله لحد ما تبدأ يتقل معانا بالطريقة دي. شايفين؟ ده السمك المطلوب اللي انا عايزاه. ده كده مظبوط معانا. طبعا لما يبرد كمان هيتقل معانا اكتر، فده يبقى كويس معانا. اعمليه في السمك كده وسيبيه هيبرد. مجرد ما يبرد هيبدأ معاكي يتقل كمان شوية. افضيه بقى في اطباق معانا. طبعا في اي بولات عندك هتفضيه كده. فضيته وببدأ ايه احط على وشه اللي هو البصل المتحمر، اللي هي التقلية بتاعة الكشري دي. ببقى محمرة بصلاية كده، وبتبدأي ايه تزوقي بيها الاطباق، تحط على وشها من التقلية دي. الخليط ده عمل لي 4 اطباق، بس انا سبت طبق كده على جنب من غير بصل خالص، لان انا عندي ابني مش بيحب التقلية دي خالص، فخليت ال3 اللي عليهم تقلية.
حلو جدا جدا، عن نفسي بحبه قوي قوي، وبنسى نفسي قدامه، وبدل اكل منه ما بقدرش اقوم من قدامه. عايز بقى ايه؟ عايز عيش بلدي وشوية مخلل وعيشة حياتك بقى، وبألف هنا وشفا. بجد جربوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا، سهل جدا جدا. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في قناتي. سلام عليكم.